السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يعني أنا مستنيكم كده تسمعوا لي كويس قوي. عايزة أتكلم معاكم كلمتين يخصوا التسويق والمبيعات. يمكن الناس اللي داخلة معايا دلوقتي أو الناس اللي هتتفرج على الفيديو كتير جدا بيقولوا أنا مش عايزة أسوق، أنا مش عايزة أبيع، وهم ممكن يكونوا مش عارفين خالص يعني ايه تسويق ويعني ايه مبيعات، او حتى في ناس رابطه الاتنين ببعض، رابطين التسويق بالمبيعات، عاملين ان الاتنين واحد، ولكن الموضوع مش كده خالص. تعالوا كده نتكلم. وطبعا انا بعذرك قوي قوي لو انت مش فاهمه الفرق ما بين الاتنين، لان انت ممكن تكوني لا كنتي يوم تسوقي ولا كنتي في يوم بتبيعي. فعايزه اقول لكم ان في فرق ما بين الاتنين، ولكن الاتنين ما يستغنوش عن بعض. خلاص. اول حاجه التسويق هو اي حاجه انا بتكلم عليها وبقول على مواصفاتها وبقول هي بتعمل ايه وبتديكي ايه. انا لسه بقول مرحله ان انا بتكلم، فده اسمه تسويق. مجرد ان انا خلاص اقنعت العميل بيها، ده كده انا بسوق، اقتنع، ابتدى يدفع لي فلوس ويشتري، فده اسمه مبيعات. هل دلوقتي ينفع ان انا اسوق من غير ما ابيع؟ انا سوقت وشاطره وجميله جدا، بس ما عرفتش ابيع، ما تمتش الديل وما بعتش، يبقى معنى كده ان التسويق ما نجحش، لان الديل اللي انا عملته ما تمش. كون ان انا اقعد مع عميل واتكلم معاه، فده انا كده سوقت. مجرد ما هو اخد مني المنتج او عمل معايا اتفاق او مضى على العقد او اشترى مني، اخد واداني، يعني اخد مني منتج واداني فلوس، يبقى انا كده بعت. خلاص. طيب ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ المطلوب مننا ان احنا نتعرف على كل المنتجات اللي انت ممكن تسوقي من خلالها وتتم البيع على اساسها. وخلوا بالكم، فكرة التسويق والمبيعات ما بتقفش على منتجات العناية بالبشرة ولا التجميل ولا اي منتج انت شغالة بيه، او المنتج اللي بيخص الفيديو ده وانا مش هتكلم عليه، علشان انا ممكن استخدم الفيديو ده في حاجات كتير جدا. ممكن اكون انا بقنع العميل بخدمة، ممكن اكون بقنعه بان هو يشترك في شركة، ممكن اكون بقنعه ان هو يشتري مثلا شهادة استثمار، ممكن اكون بقنعه ان هو يشتري معايا اي خدمة او اي منتج من اي شركة، بس لازم يتم البيع في الاخر. لازم نبقى عارفين ان الشركات القائمة عموما على مستوى العالم لازم يكون في منتج في ايديها، وطبعا كل شركة ممكن تكون قائمة على منتج مختلف عن التانية. المنتجات عموما يعني مش لازم تكون منتجات اللي هو تجميل ولا مستحضرات عناية او الكلام ده كله. ممكن يكون العربيات منتج، الحديد والصلب منتج، شهادات الاستثمار منتج، التأمين على الحياة منتج، اي حاجة، الكورسات اللي الناس بتقدمها. يعني لو حد عنده امكانية ان هو يقدم تدريب او يقدم كورس، ده هو ده المنتج اللي انت بتسوقيه واللي بتحصلي فلوس من خلاله عشان العملاء يشتروا منك وتكوني بعته لهم. شوف الكورسات دي كلها منتجات. نخلي بالنا من الكلمتين دول كويس قوي، وعايزه الناس تبقى مركزه معاهم، علشان انت لو فكرتي في حياتك كلها هتلاقي ان انت بتسوقي كتير جدا. يعني رحت اشتريت خضار ورحت قلت لحد على مكان الراجل اللي جبت منه الخضار اللي طلع جميل وحلو واشتريته حلو، ده كده انت سوقتي للمكان. رحت اشتريتي بلوزه، رحت اشتريتي جيبه، رحت اشتريتي اي حاجه اشتريتيها كانت اديتك منفعه وجيتي اتكلمتي عليها، فده كده انت بتسوقي. خلاص. مجرد ان انت رحتي جبتي حاجه واتكلمتي عليها وقلتي ان انا اشتريتها من المكان الفلاني وجبتها بشكل حلو وادتني ايه، ده كده انت بتسوقي. طيب تعالوا نتكلم كده على فكره ان انا لو انا عايزه ابيع منتج، خلاص، وعايزه اقنع العميل اللي قدامي بالمنتج ده. طبعا انا عندي ادوات كتيره جدا عشان اوصل للعملاء. دي اول حاجه. ممكن اوصل للعملاء وش للوش، فيس تو فيس زي ما بيقولوا. ممكن اوصل لهم من خلال النت، استخدم بقى كل مواقع التواصل الاجتماعي على النت. انا بقى بعرف على الفيسبوك، بعرف على الواتساب، بعرف على اليوتيوب، بعرف ان انا اتعامل مع اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. اي موقع انا بعرف اتعامل معاه، ده كده ايه، كده انا ممكن اسوق من خلاله. خلاص.
طيب هو انا لازم اجيب المنتج؟ لازم تجيب المنتج تستعمليه الاول طبعا، ده اساسي 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 في اي حاجه تانية. انت بتستخدمي التسويق والمبيعات وانت قاعده في مكانك وبتستخدمي ادوات الاونلاين كلها، فلازم يكون معاكي المنتج اصلا. يعني دلوقتي خلاص بقى متوفر جدا، شركات الشحن تجيب لك المنتج لغايه عندك. اشتري لنفسك، ابتدي بنفسك، وده بدايه مشروعك. بدايه مشروعك ان انت اشتريتي المنتج وابتديتي تتكلمي عليه. عملتي فيديو بقى بصورتك وصوتك، مفيش مشكله. عملتي فيديو بصوتك برضو مفيش مشكله. عملتي فيديو على المنتج وركبتي عليه صوتك برضو مفيش مشكله. جيتي رحتي كتبتيه كتابه برضو مفيش مشكله. الفكره تستخدمي المهارات للناس السابقه في العمليات دي علشان تعرفي تسوقي من خلالها، وتاخدي كورسات كتير مجانيه، سواء بقى معانا في الشركه او اذا كانت مثلا بتتبعت فيديوهات ليكي، او هتعملي سيرش على البحث على جوجل كتير جدا، على اليوتيوب برضو بالفيديوهات كتير جدا. المهم ان انت تعرفي توسعي مدارك الشغل عندك، وتعرفي ازاي تسوقي للمنتج ده. وخاصة لما يكون معاكي شركة اصلا، بتأدي لك خدمة، اللي هي ايه بقى الخدمة اللي بتأديها الشركة؟ اللي هي خدمة الشحن والتوصيل لأي مكان على مستوى الجمهورية، ولو كان في على مستوى العالم فيبقى حلو جدا. يعني طبعا احنا عارفين دلوقتي على مستوى العالم بالفاكسات وبالايميلات وبالحاجات دي متاحة، لدرجة ان انا عندي ناس اصحابي كتير قوي بيشتغلوا كول سنتر وهي قاعدة في مكانها. يعني ايه كول سنتر؟ عشان برضو ايه ما نعليش على بعض في الكلام ونفهم بعض. يعني واحدة قاعدة درست المنتج بتاع شركة. كان عندي مثال لواحدة بتشتغل في شركة تسويق عقاري أجنبية وهي قاعدة في مصر، وبتبيع بيوت وأماكن كتير للشركة دي وهي مش في بلدها، هي قاعدة في مصر، بس البيوت والكلام ده كله موجود في أمريكا أصلا. طيب هي بتشتغل مع الشركة دي، هي شركة تسويق عقاري، هي قاعدة كول سنتر ليهم، قاعدة خدت كل الخدمات بتاعة الشركة والمنتجات، درستها كويس قوي، وبقت بتعمل اعلاناتها وبتسوق للشركة دي وبتوصل لها العميل. واول ما العميل يتم الديل مع الشركة هي بتاخد العمولة بتاعتها، وبتبقى عمولة بالعملة الصعبة كمان. شفتوا احنا وصلنا لغاية فين وانتوا قاعدين فين لغاية دلوقتي؟ طيب بتستخدم ايه هي بقى؟ بتستخدم الفاكسات والايميلات وحاجات كده كتير قوي. احنا مش عايزين ده كله، احنا لسه نسعى على قدنا ولسه بنتعلم واحده واحده، بس لسه ما فيش حاجه فاتتنا، لان احنا ادواتنا في ايدينا. ادواتنا هو التليفون، ادواتنا هو النت، في ايدينا نقدر نعمل الكلام ده كله، ونقدر نجيب المنتج من الشركه ونجربه على نفسنا ونعرف نتكلم عليه ونعمل فيديوهاتنا منه. فيا ريت الناس كده تاخد بالها من الموضوع ده وتركز معايا كده شويه، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم وتنجحوا بيه ان شاء الله ان شاء الله، ويكون بدايه شغل حلو. عايزه اي حد بقى في ايده منتج يعرف يسوق للمنتج ده من خلال شركتنا، من خلال كل الحاجات اللي بتتعلميها معايا. يومكم سعيد، ويا رب اكون قدرت انفعكم.